السلام عليكم. في اطار التتمه ديال درس الذبذبات الحره في ضرائر ال سي متواليه، غادي نشوفوا واحد التمرين تطبيقي لتثبيت المعارف اللي شفناهم في الجزء الاول والثاني. كما كتشوفوا هذا هو التمرين ديالنا. غنقراو معطيات التمرين. يتكون متذبذب حر من مكثف مشحون سعته سي كتساوي 1 ميكروفاراد، ووشيعه معامل تحريضها الذاتي ال كتساوي 0.40 اونري، ومقاومتها مهملة. المقاومتها مهملة خصنا نسطروا عليها. وموصل أومي مقاومته R. يمثل الشكل جانبه تغيرات شحنة كي التي يحملها أحد لبوسي المكثف. هذا هو التغيرات ديال الشحنة كي في أحد أطراف ديال المكثف، واحد اللبوس في المكثف. واحد، حدد مبيانيا شبه دور تي للذبذبات. حنا إلا بغينا نحسبو شبه دور تي هو المسافة بين واحد جوج النقاط كيديروا نفس الحالة الاهتزازية. فإلا خدينا هاد النقطة الأولى راه كتعاود نفس الحالة الاهتزازية، يعني كتبدا من هنا وكتبقى غادا حتى كتنعدم وكتدوز في الجهة السالبة وكترجع للجهة الموجبة وكتطلع وكتعاود نفس النقطة هنايا. غير هي إلا بغينا نحسبو هاد الدور هذا غادي نلقاو صعوبة. علاش؟ حيت ما جاش مع السطر ديال المربع اللي غادي يعطينا القيمه مضبوطه. شنو كنديرو؟ كنحسبوا شحال من دبدبه كاينه وكنشوفوا مثلا غنبداو هذه واحد، هذا هو الدور الواحد، هذا جوج، هنا كيتعاود، هنا ثلاثة، هنا ربعة، هنا خمسة. كما كتشوفوا هنا غادي ناخدو الخامسة، الدور الخامس. علاش؟ حيت هو اللي جا في هذا الخط، وهذا الخط القيمه ديالو باينه 20. الا خدينا دور واحد غادي نهبطو هنايا وما غاديش نقدروا نعرفوا القيمه مضبوطه، ولا خدينا جوج ما غاديش نلقاو القيمه، خاصنا ناخدو الخامس. شنو تنقولوا هنا واحد، تنديروا 5 ديال الادوار، يعني 5 تي. شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 20 ملي ثانيه. يعني دور واحد شنو غادي ندير؟ غندير هاد 20 ملي ثانية غنقسمها على 5، غادي تعطيني التاي راه هي 4 ملي ثانية. هنا شنو درنا؟ قلنا 5 ديال الأدوار كيساويو 20 ملي ثانية، يعني دور واحد راه كيساوي 20 على 5، يعني الدور واحد راه فيه 4 ملي ثانية. وما خديناش الاول حيت ما غاديش يعطينا قيمه مضبوطه، ولا خدينا غير جوج ما غيعطيوناش قيمه مضبوطه، وثلاثه ما غيعطيوناش القيمه. اللي غيعطينا قيمه مضبوطه هما 5. ولكن الا كان عندنا الدور باين يعني من الدور الاول باينه القيمه ديالو، راه كنحطوه بلا ما نديرو هاد الطريقه غير كنستعملوها باش يمكن لينا نحلو المشكل ديال داك الدور ما تيكونش جاي في الخط اللي باينه القيمه ديالو. جوج، أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة. هنا الشحنة ماشي اي سي، توتر الشحنة في حالة التي يكون فيها المقاومة ار مهملة. غنديرو جوج. عندنا في الحالة ديال الوشيعة، عندنا الوشيعة اللي هي اي ال زائد اي سي. المقاومة راه مهملة، ما غنديروش اي ار، كتساوي صفر، حيت دائما في هذا المتذبذب الحر ما كاينش المولد. اي ال شنو هي ال دي دو اي على دي تي زائد اي سي كتساوي صفر. نعلم ان كي راه هي سي، يعني ان اي سي راه هي كي على سي، و اي كنعرفوها في الدرس الاول ديال المكثف راه هي دي دو كي على دي تي. كنجي دابا نعوضو ال، عندي ال في دي دو اي على دي تي، يعني اشتقاق مرتين ديال كي. شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي دو كي على دي تي مربع، يعني اشتقاق مرتين، حيت هنا عندي الاشتقاق ديال اي، و اي راه اصلا اشتقاق ديال كي، يعني اشتقاق مرتين، زائد كي على سي، كي على سي كتساوي صفر. دابا شنو غادي ندير؟ غنخلي هاد الاشتقاق مرتين بوحدو، غنقسم على ال. شنو غادي تصبح عندي؟ غادي تصبح عندي ال على ال في دي دو كي على دي تي اشتقاق مرتين، زائد 1 على ال سي في كي كيساوي صفر.
ال على ال راه هي واحد، يعني المعادلة التفاضلية راه هي دي دو كي على دي تي اشتقاق مرتين ديال كي زائد واحد على ال سي في كي كتساوي صفر. وهذه راه هي المعادلة التفاضلية اللي تتحققها الشحنة كي. دابا باش حولنا من اي سي لكي سهلة، استعملنا فقط العلاقة اللي هي كي كتساوي سي في اي سي، واستعملنا العلاقة اللي شفناها في المكتف اللي هي اي كتساوي دي دو كي على دي تي. ندوزو للسؤال 3. تحقق من ان كي دو تي كتساوي كي ماكس كوس دو بي على تي زيرو في تي، حيث تي زيرو كيساوي دو بي جذر ال سي تشكل حلا للمعادلة التفاضلية. غادي نديرو هنا 3. حل المعادلة التفاضلية شنو كنديرو؟ مثلا الى عطاونا تحقق بحال هكذا سؤال تحقق من ان واحد حل للمعادلة اللي هي جوج اكس كتساوي جوج. قالوا لي تحقق من واحد راه حل المعادلة ديال هادي. شنو كنديرو؟ داك واحد كنعوضوه في اكس، يعني كتولي عندي جوج في واحد اللي هي جوج كتساوي جوج. الا خرجت ليا جوج كتساوي جوج يعني راه المعادلة صحيحة متساوية صحيحة. ولا كانت المتساوية صحيحة دليل على ان واحد راه حل المعادلة. هادشي اللي غادي نديروه، نمسحو هادشي. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو المعادلة التفاضلية شنو لقيناها هي دي دو كي على دي تي زائد واحد على ال سي في كي كتساوي صفر. وشنو غادي نديرو؟ هاد كي غنعوضوه هنا ونعوضوه هنا، ولا لقيناهم عندنا واحد المتساوية صحيحة يعني راه هذاك راه حل. دابا اللي عندنا الاشكال اللي عندنا هنا كي الا عوضناه هنايا راه ما عندناش مشكل، يعني نجيو ونحطوها ديريكت. ولكن هنا عندنا الاشتقاق ديالها مرتين، فشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الاشتقاق الاول. نبداو بالاشتقاق الاول، ما كنديروش جوج الاشتقاقات في دقه. الاشتقاق الاول هو دي دو كي على دي تي. شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي الاشتقاق ديال هذه كامله كي ام كوس دو بي على تي زيرو في تي. كي ام ثابته وضرب كنخرجوها من الاشتقاق كي ماكس. شنو كيبقى عندي؟ الاشتقاق ديال كوس دو بي على تي زيرو في تي. في الرياضيات الاشتقاق ديال كوس ديال مثلا ا اكس شنو كنديروا ليه؟ كناخذوا ا اكس كنديروا لها بريم وكنديروا الكوس بريم، الكوس بوحدو. في الحاله ديالنا الاشتقاق ديال ا اكس عندنا هي دو بي على تي زيرو، و تي راه هو اكس و ا راه هي دو بي على تي زيرو. الاشتقاق ديال دو بي على تي زيرو في تي الاشتقاق ديالها هو دو بي على تي زيرو، حيت هاد دو بي على تي زيرو راه هي ا و اكس راه هو تي. في الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينيس، يعني كنحطو الناقص وكنديرو موان سينيس ديال داك الداله نفسها اللي هي دو بي على تي زيرو في تي. دابا غادي نجيو نديرو الاشتقاق الثاني اللي هو دي دو كي على دي تي مربع. كي ماكس و دو بي على تي زيرو راهما ثوابت ما ندخلهمش في الاشتقاق، غنحطهم بحال هكذا ناقص كي ماكس و دو بي على تي زيرو غنخليهم بوحدهم. شنو غيبقى عندي؟ اشتقاق ديال سينس دو بي على تي زيرو. قلنا كنطبقوا الخاصيه دو بي على تي زيرو في تي الاشتقاق ديالها هو دو بي على تي زيرو دو بي على تي زيرو. في الاشتقاق ديال السينيس هو الكوسينيس. دابا شنو كنلاحظوا؟ دو بي على تي زيرو في دو بي على تي زيرو راه هي دو بي على تي زيرو مربع، يعني ان دي دو كي على دي تي مربع راه هي ناقص كي ماكس في دو بي على تي زيرو مربع في الكوس ديال دو بي على تي زيرو في تي. هذا هو الاشتقاق الثاني. دابا يمكن لينا نرجعوا للمعادله التفاضليه ونعوضوا به. دي دو كي على دي تي مربع ها هي القيمه ديالها، غنجي نكتبها هنايا ناقص كي ماكس في دو بي على تي زيرو مربع في الكوس ديال دو بي على تي زيرو في تي زائد واحد على ال سي، زائد واحد على ال سي في كي شناهي كي؟ راه هي هاد كي ماكس في كوس دو بي على تي زيرو في تي. هادشي كيساوي صفر. دابا شنو غادي نديرو؟ هادي غنديوها للطرف الثاني، غادي تصبح عندي ناقص كي ماكس
دو بي على تي زيرو مربع في الكوس ديال دو بي على تي زيرو في تي كتساوي ناقص واحد على ال سي في كي ماكس في الكوس ديال دو بي على تي زيرو في تي. كما كتلاحظوا الناقص مع الناقص كيولي زائد، وهنا غادي نبداو الاستنتاجات. هانتوما كتلاحظوا باللي هاد كي ماكس مع هاد الكوس ديال دو بي على تي زيرو في تي، ها هي عندنا هنايا كي ماكس في الكوس ديال دو بي على تي زيرو. شنو اللي بقى؟ اللي بقى هو ان هاد دو بي على تي زيرو مربع خاصها تكون كتساوي واحد على ال سي باش يمكن لينا نقولوا صحيحه. شنو كنقولوا دو بي على تي زيرو مربع خاصها تساوي واحد على ال سي. الا وقفنا هكذا ما يمكنش لينا نكملو، فداك الشيء علاش هما ساعدونا وقالوا لنا راه تي زيرو راه هي دو بي على جذر ال سي باش يعاونونا، حيت لما عطاوهاش لينا غنبقاو هنايا. شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا ان دو بي على تي زيرو غادي نعوضو بها دو بي على تي زيرو راه هي دو بي جذر ال سي، هادشي كامل مربع كيساوي واحد على ال سي. دابا دو بي مع دو بي غنختزلو بها، غتبقى لينا واحد على جذر ال سي، واحد غنفرقو المربع غتولي واحد مربع هي واحد، وجذر ال سي مربع هي ال سي، يعني غادي تبقى ليا واحد على ال سي كتساوي واحد على ال سي. دابا يمكن لينا في الاخر نستنتجو باللي هاد كي دو تي راه حل المعادله التفاضليه. تبتناها كيفاش بدينا؟ حطينا المعادله التفاضليه، درنا الاشتقاق الاول ودرنا الاشتقاق الثاني وعوضنا في المعادله التفاضليه، وخرج لينا باللي هاد الشيء راه كيساوي واحد على ال سي، وعوضنا تي زيرو بالقيمه ديالها ولقينا فعلا ان واحد على ال سي راه كتساوي واحد على ال سي. يعني الا كانت المتساويه صحيحه دليل على ان فعلا هذاك راه حل المعادله التفاضليه. كل لقينا واحد على شي حاجه كتساوي واحد على ال سي ما غيمكنش لينا ديك الساعه نبينو على انه حل. غنجيو لربعة. احسب الدور الخاص تي زيرو وقارنه مع شبه دور تي. تي زيرو قلنا هو دو بي جذر ال سي، بغاونا نحسبوه ونقارنوه مع التي اللي لقيناها. تي لقيناها هي 4 ملي ثانيه. دابا غادي نحسبو تي زيرو كتساوي دو بي جذر ال شنا هي 0.4 0.40 مضروبه في السي هي 1 ميكروفاراد اللي هي 1 في 10 أس ناقص 6. وغادي نحسبو تي زيرو بالآلة الحاسبة وغادي نلقاو القيمة ديالها هي 3.97 في 10 أس ناقص 3 سكوند، يعني أن تي زيرو كتساوي 3.97 ملي ثانية. العشرة أس ناقص 3 هي الملي، دائما العشرة أس ناقص 3 ملي. حولناها دابا إلا قارناها مع تي شنو كنلاحظوا على أن هاد 4 راه تقريبا كتساوي تي زيرو، يعني الدور تي راه كيساوي الدور الخاص تي زيرو. كاين اللي غادي يتساءل هو شنو هو الفرق بين هاد التي وبين هاد تي زيرو؟ الفرق باين. تي زيرو هو الدور الخاص ديال واحد الموجة دورية يعني ما كيبقاش يتناقص الوسع ديالها، والتي هو الدور ديال شي موجة اللي هي غير دورية، يعني ديك الموجة ما كتكونش دورية كيكون عندها دور تي، واللي دورية هي اللي تيكون عندها تي زيرو. دابا في الحالة ملي كنهملو المقاومات كيولي عندي موجة دورية، والموجة دورية راه الوسع ديالها ثابت. في الحالة ديالنا حنا ها هو عندنا هنايا راه ما عندناش هذا دوري، هذا غير دوري، لأن واخا كنعاودو نفس الحالة الاهتزازية كيتغير الوسع. غنشوفو دابا 5. ما الفرق بين حل المعادلة التفاضلية والمنحى الممثل في الشكل أعلاه؟ الحل ديال المعادلة التفاضلية هو كان خاص بواحد المعادلة التفاضلية اللي ما فيهاش المقاومات، يعني حل ديال واحد الموجة دورية لا يتغير وسعها بدلالة الزمن. بينما الشكل اللي عندنا هنا عندنا موجة
غير دوري، شبه دوريه. علاش؟ حيت واخا كنعاودوا نفس الحاله الاهتزازيه، ولكن الوسع كيبقى كيتناقص. داكشي علاش قلنا التي ما كنلقاوها كتخالف معاياش مع التي زيرو، يعني واخا قريبه ليها ولكن ماشي نفس القيمه. 6 عباره عن استنتاج. قال لك الى ماذا يعزى هذا الفرق؟ هذا الفرق راه جاوبنا عليه، هو الخمود ديال الذبذبات. يعني الذبذبات كتبقى تناقص مع الزمن لوجود مقاومه R. عندنا مقاومه R، واخا منا المقاومه ديال الواشعه حنا ركبنا واحد المقاومه اخرى حدا الواشعه اللي هي R. هنا غنكونوا سالينا التمرين وغادي نكملوا الدرس ان شاء الله. انتظروا الاجزاء، باقي لنا واحد الجزء في الدرس، وغادي نشوفوا تمارين اللي كيكونوا بحال اللي كيكونوا في الوطنيات.